ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل كانيلوني باللحمه المفرومه. حاجه سهله جدا. لو عندك لحمه مفرومه مش خلاص عايزه تجددي فيها، او عايزه لها حاجه مختلفه، عايزه حاجه كمان طعمها مختلف وحلو قوي. بصراحه انا بحبه جدا. الفيديو ده انا عاملاه من زمان بس ما كنتش عارفه انزله، بس بجد جربوه هيعجبكم جدا. تعالوا نشوف المقادير بتاعتي مع بعض. معايا كوبايتين دقيق، معاهم رشة ملح وفلفل، بيضتين، وكوباية لبن، وشوية مية ومعلقتين زيت. هنبدأ نقلب كل ده كويس قوي بالمضرب، او ممكن في الخلاط او المضرب اليدوي، اي حاجة. هجيب اي طاسة مش بتلزق واحط عليها دهنة زيت صغيرة، وهبدأ احط شوية من الخليط ده وافرد بالطاسة كده شوية. اول ما تطلع بالونات الصغيرة دي او البابلز الصغيرة بنقلبها الناحية التانية، وتخلي بالك عشان ما تحرقش منك. هبدأ أعمل كل الكمية بتاعتي نفس النظام كده، وهبدأ أحطها وأقلبها من الجنب التاني. خلاص خلصت الكمية بتاعتي، هجيب أي صينية أو طاجن بايركس. هكون محضرة بشاميل زي ما انتوا شايفين. هحط طبقة بشاميل خفيفة جدا، وأبدأ أخد اللحمة المفرومة بتاعتي وأبدأ أرصها كده، وأقفله كويس قوي من الجناب عشان ما يطلعش أي لحمة مفرومة معايا. واحط كمان رشة بشاميل كده من فوق، حبة بشاميل من فوق، وتكون خفيفة قوي، ما تزوديش عشان البشاميل ميبقاش كتير قوي. وكمان احط عليها جبنة موتزاريلا، وادخلها الفرن بقى شوية كده حلوين. بس كده. وبجد تجربوه، طعمه حلو قوي ومختلف. وهتلاقوه البشاميل اللي كمان معاه حلو قوي. ممكن تعمليه من غير بشاميل لو حابة تحطي عليه جبنة موتزاريلا بس. ممكن تحطيه في طاسة على النار عادي مع حتة سمنة، يعني بعد ما تقفليه تحطيه في جميع الجهات كده في طاسة على النار صغيرة جدا. بس هو أحسن حاجة ليه ويبقى بالبشاميل كده والجبنة الموتزاريلا وهي سايحة كده. بجد جربوها، وهم جدا. ويا ريت لو حد جربها وجرب أي أكلة من أكلاتي يقول لي رأيه فيها. وهستنى رأيكم في الكومنتات، ولو في أي حاجة عاوزين تعرفوها اكتبوا لي بس تحت في الكومنتات وأنا هرد عليكم. وزي ما قلت لكم بصوا، بجد تحفة ولازم يتاكل وهو سخن. وممكن تحطي في الحشو كمان مع اللحمة المفرومة جوه جبنة موتزاريلا، أو ممكن تحطي زيتون وفلفل. حابة تحشيه بشاورما مثلا، شاورما فراخ. بتنفع أي حشوة متاحة عندك ممكن تعمليها عادي. مش شرط لحمة مفرومة، بس هو الكانيلوني بيبقى أحلى باللحمة المفرومة يعني. جربوها بجد مش هتندموا خالص.